عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نبيل عبد القادر من ناسا سوفت. اليوم جايكم بحزمة من التحديثات الجديدة على محرر النتائج والكشوفات. الإضافات الجديدة من أهمها أنه تم تقسيم النتائج من حيث الفصل الأول والفصل الثاني وكذلك الفصلين مع بعض كنتيجة. سوف ندخل الآن على الفصلين اللي هو كإضافة جديدة في هذا التطبيق، لأنه كان النتائج فصلية في التحديث السابق، لكن في هذا التحديث أصبح فصلين. بالتالي ممكن ننقر على فصلين وسيظهر لي قائمة الأسماء التي ممكن أن تعدل عليها بشكل مباشر. أيضا ننتقل إلى الكشوفات. هذا الكشوفات نلاحظ أنها تحتوي المحصلة الأولى والثانية وكذلك الاختبار الأول والثاني، وبالتالي المجموع فيحتوي على الترمين بشكل كامل. أيضا في ميزة مهمة أضفناها على الجدول، أنه ممكن عند النقر على الجدول ممكن أنك تقدر تكبره تعين أو تشوف الدرجات قبل الطباعة، ممكن قابلية التكبير والمعاينة. أيضا في خاصية لما تضغط على تعديل الدرجات سوف ينتقل إلى الدرجات وإمكانك التعديل عليها بشكل مباشر حق الترم الأول والترم الثاني، أو النصف الأول والنصف الثاني. بهذا الشكل ممكن تعدل عليها بشكل مباشر. بهذا الشكل مجرد الخروج سوف يتم الحفظ بشكل تلقائي. عرض النتائج، حتى النتائج أصبحت الآن لو نلاحظ. طيب، عرض النتائج بالنسبة للنتائج أصبحت فصلية، يعني عفوا يعني تشمل الترم الأول والثاني. نلاحظ أنها تشمل الترم الأول والثاني، وكمان تحتوي على ميزة التكبير باليد، يعني ممكن أنك تنقر على أي نتيجة وتكبرها تعين فيها قبل الطباعة. طيب، هذا بالنسبة للترمين، الترم الأول والثاني يعني بشكل كامل. لكن إذا تشتي بس فقط نتائج الفصل الأول الفصل الثاني مثلا، على سبيل المثال تضغط على الفصل الثاني هنا. عفوا الفارة، بس على أساس نوضح الفارة الفصل الثاني مثلا. النتائج نلاحظ أنها تختلف، تحتوي فقط على الترم الأول، على الترم الثاني الذي حددناه. وكذلك نلاحظ أن الكشوفات من هنا، النقر على الكشوفات نلاحظ أنها طيب، تستطيع التكبير وكذلك الطباعة بشكل كامل. هذا بالنسبة للفصل الأول. أما بالنسبة لتعديل الدرجات فنلاحظ أنها ترم واحد، لأن احنا محددين على الترم الثاني. طبعا هناك ميزات دقيقة في الترتيب، وكذلك الترتيب هنا عند النقر على الترتيب يتم الترتيب بحسب الأسماء وكذلك بحسب النوع. فنلاحظ أن الإناث تترتب في أسفل الجدول، وكذلك يتم ترتيب جميع الأسماء بالنسبة للأحرف الأبجدية. هناك مزايا كثيرة في هذا التعديل بالضبط، وأتمنى دعمنا على القناة. وعشان تحصلوا على كود التفعيل أو الاشتراك في هذه الخدمة لازم تتصلوا أو تتواصلوا واتساب معنا على الرقم الموضح في أسفل الموضح في أول تعليق. تحياتي لكم، مع السلامة.